بص مبدئيا كده انا مش شيخ. هيكدب، شفت؟ والله ما شيخ، انا ما قدمتش نفسي على اني رجل دين، انت اللي بتقول عليا كده. طب واللحيه اللي في وشك دي يا شيخ؟ اقول لك انا دي سنه عن حبيبك النبي عليه الصلاه والسلام، انا بحبه وبحب اقلده، وفي زي كتير قوي كده. مشكله الثقافات العربيه انها ربطت ما بين رجل الدين الحقيقي واللحيه، فاصبحت كل لحيه شيخ. طب وانت زعلان ليه يا شيخ؟ يا حبيبي مش انا اللي بزعل، انت اللي بتزعل اما بتشوف صاحب لحيه بيقع في غلطه، اول حاجه بتقولها يا شيخ شوف ابو دقن. حتى اني مره كنت سايق ويا دوب كسرت على واحد سنه كده، راح فاتح الازاز بتاعه. يا شيخ مش عيب على دقنك دي؟ يلا يلا. ومن يومها وانا كل يوم قبل ما انام بفضل ماسك الرخصه واقعد ابص لها، يا ترى ايه علاقه دي بدي؟ هي حاجه جميله قوي ان انت تشوف رجل الدين زي البتاع البيضه اللي ورايا دي، ما فيهاش اي بقعه، بس مين في كل الدقون دي رجل دين؟ طب بص، انت لو راكب ميكروباص وواحد بيلم الاجره وعنده لحيه ولو خفيفه هتقول له ايه؟ واحد معاك يا شيخ. طب لو كان من غير لحيه هتقول له ايه؟ واحد معاك يا استاذ. بالظبط، هو ده اللي انا اقصده. اهو الاستاذ ده هو الشيخ بس من غير دقن، لو عمل غلطه هتعديها له بس مش هتعديها لدقنه. اهو الشخص ده ممكن يكون مجرد محب للسنه زي، بس بيغلط وبيتنرفز وبيرتكب معاصي زيه وزيك. حتى رجل الدين الحقيقي بيقع في زلات ومعاصي، ما هو بشر، بس انت بتحاسبه على الصغيره قبل الكبيره، زي ما تكون بتكرهه في اليوم اللي اختار يمشي فيه في سكه ربنا. طب ومكلف نفسه ليه وسايبها لما هو كده؟ ما يحلقها يا عم. يا سيدنا والله هو ما بيكلف نفسه، ربنا اللي بيطلعها له زيك وبيسيبها زي ما النبي عليه الصلاه والسلام امر. انت اللي بتكلف نفسك كل يومين وبتروح تشتري مكنه ومعجون ومطهر وبتحلقها، وبعدين ما تسيبه يا اخي، هو حر، ولا مش من حقه يختار شكله زي ما انت بتختار شكلك؟ يلا ده بيكفرونا يا عم وشايفين نفسهم هم الصح واحنا ولاد 60 و70 يعني. يا نجم اسمها بيكفرنا مش بيكفرونا، ودي بتتقال بس للشخص اللي قال لك انت كافر، مش تروح لممهم لي كلهم وتحطهم لي في فنطاس واحد وتقول لي بيكفرونا. انت مثلا لو حد شتمك، ما يقدرش. انا بقول مثلا يا عم سوبرمان، مثلا برضه ما يقدرش. لو واحد شتمك في الشارع هتيجي تقول فلان شتمني ولا شتموني؟ اقول شتمني بس برضه ما يقدرش. طب لو واحد بدقن من ملايين الدقون دي كفرك، بيكفرونا يا عم. طب بص، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايما امرئ قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والا رجعت عليه، والحديث في صحيح مسلم على فكرة. فهدي نفسك خالص وما تقعدش تنقل في كلام انت سامعه من حد وتقعد تردده وتظلم فصيل بحاله علشان خاطر حاجة انت سمعتها وما تاكدتش منها بنفسك. طب ما انتوا بتقولوا على نفسكم اسلاميين، دي معناها ايه بقى غير ان احنا كفار؟ يا ابني بص، كلمة اسلاميين غير كلمة مسلمين خالص، احنا كلنا مسلمين. قشطة قشطة. في ناس شايفين ان الشيوعية مناسبة لحياتهم كمنهج اقتصادي سياسي اجتماعي، دول بيقولوا عليهم شيوعيين، عندك مشكلة؟ لا. وفي ناس تانية شايفة ان الليبرالية هي المنهج الانسب لحياتهم، ودول بيقولوا عليهم ليبراليين، عندك مشكلة؟ برضه لا. في ناس بقى شايفة ان الاسلام مش مجرد صلاة وصوم وتعبد في المسجد وخلاص، شايفاه يصلح كمنهج سياسي واقتصادي واجتماعي لحياتهم، ودول بقى اللي بيقولوا عليهم اسلاميين. وصلت؟ بص هي وصلت، بس ليه وجع القلب ده يعني؟ ما تحلقها وتشتري دماغك. والله انا شخصيا عندي حديثين في البخاري ومسلم، الاول بيقول جزوا الشوارب ارخوا اللحى خالفوا المجوس، الثاني خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. بالحديثين دول انا مقتنع تماما ان اللحيه فريضه. انت عندك حد تاني بتثق في علمه بيقول عكس الكلام ده وعنده دليل عليه، على عيني وعلى راسي، فما تطلبش مني ان انا اسيب قناعاتي وامسك في قناعات سيادتك. عبد الله انت خلاص كده. عبد الله؟ وانت اولا اسمها فضيلتك، وبعدين انا ما اسميش عبد الله، اسمي الشيخ عبد الله. هتخليني اغيب عليك ولا على المسا؟ يلا ارجع انت وهو يلا. عم بقول لي يا عبد الله، عرفت ان انت صاحبني، هتصاحبني ولا ايه؟ يا غير انت المخرج.